اخويا الاهلاوي في اول فيديو كده يا ريت تدخل تصوت لنادي الاهلي على موقع جلوب سكر لافضل فريق في العالم والافضل فريق في الشرق الاوسط، وادي صوتك لنجمنا المصري محمد صلاح. في البدايه كده يا جدعان، كلنا عارفين في الوقت ده التوقيت والتصويت مهم جدا، واللي مش فاهم او مش عارف الطريقه انا سايب له لينك فيديو في اول تعليق او في التعليقات يوري له ازاي يدخل على الموقع وازاي يدي صوته بالطريقه اللي تريحه. لكن في البدايه والنهايه لازم تدي صوتك يا عزيزي لفريقك. الوقت ده بالفعل صوتك مهم جدا، لان فيه من الاخر خذلان بشكل كبير جدا، او في جماهير البعض الجانب الابيض من المدينه في خيانه واضحه وبيدوا صوته لنادي الهلال. لعسى وكلا الهلال يكسب، ولعسى وكلا النادي الاهلي ما يعيروش. في البدايه كده يا عزيزي خيانه بتحصل حرفيا في الساعات او في الايام الاخيره. كلنا عارفين ان الانتماءات واضحه، وكلنا عارفين ان جماهير او الجانب الابيض من المدينه او نادي الوطنيه والكرامه جماهيره دلوقتي بيدي صوتهم للهلال السعودي. مش بس هم ده، العين الاماراتي ويعني وكم كده جماعه بتوع الخليج، وكلهم اتجمعوا كده وبيدوا صوتهم للهلال السعودي عشان ياخد اللقب ده من الاهلي او يكسب النادي الاهلي بالتصويت وياخد افضل فريق في الشرق الاوسط. طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي فهمت ده حرفيا. جماهير النادي الاهلي امبارح كله فهم وعرف ان هم بيختاروا تقريبا من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 12 تحسبا ان يعني الموقع يقفل في الوقت ده، وطبعا يتم الاعلان على الفايز. وطبعا في الوقت ده يكون هم النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي ما تكونش اخذت بالها، وهم يعني اضربك واديك القضيه. ما يعرفوش ان كده كده جماهير النادي الاهلي وقاعده وما وراهمش حاجه في الموضوع ده غير شغلهم الشاغل. من الاخر كده جمهور النادي الاهلي هو جيش مش جمهور، قلت لك 1000 مره، ولو عايز واحد بينزله او يخرجه بيخرجه. تعال هوري لك صوره دلوقتي تثبت لك كلامي بالفعل. يعني من بعض صفحات نادي الزمالك واللي منزلها بيقول لك ان هم جاوا في بعض الوقت كده وراحوا متفوقين في التصويت، فراح منزل لك الصوره اللي قدامك دي وقال لك شوفوا انا احنا لما بنعوز ننزل فريق بننزله، ولما بنعوز نطلع فريق بنطلعه، والامور يا عزيزي يعني كل المواضيع في ايدينا. طيب لما هي المواضيع في ايديك يا محترم، وانك انت تقدر توصل لده وتقدر تنزل اللي انت عايز تنزله وتطلع اللي انت عايز تطلعه زي ما بتقول، ده محمد صلاح احتفل لكم بالقوس والنبله، والراجل بيقول لك انه زملكاوي وانكم انتوا بتقولوا كده. طيب مش عيب لما يبقى زملكاوي ومنكم برضه وانتوا رايحين تدعموا الهلال وابنكم محمد صلاح اللي هو بينافس دلوقتي حاليا وكريستيانو رونالدو متفوق عليه في التصويت؟ دي عيبه في حقك كبيره جدا. فبدل ما انت راجل بتقول انك بتطلع اللي بتطلعه وبتنزل اللي بتنزله، طب ما نروح ندي صوتك لابن بلدك اللي اغلب الناس اللي مصوته لمحمد صلاح اهلاويه. في كده وعايز اقول لك بس في السريع ما تنساش الموقع دايما باستمرار تتابع معاه، لان في اي وقت زي ما قلت لك جماهير النادي الاهلي داعم للفريق وخصوصا في الموقع ده. اتمنى دعم الجميع وما نقللش ودايما نكون في ظهر الفريق. تعالى كده على السريع بقى ناخد الاخبار اللي بعد كده واللي مهمه جدا واللي طلعت اتقالت. في كابتن من الكباتن وظهر اعلاميا وقال لك ان زيزو غالي على الاهلي. هو غالي من ناحيه ايه حضرتك يعني؟ ايوه هو غالي من ناحيه ايه؟ غالي عن اهلي، غالي على الاهلي وزيزو مستمر في في الزمالك. يا عم هو غالي عليك انت مش غالي علينا احنا. احنا مش محتاجين زيزو ومش عايزين زيزو. زيزو ما يمشيش معانا اصلا. احنا لما بنفكر ناخد لاعب بناخد لاعب يكون هيدينا 10 سنين قدام. مش بناخد لاعب اخره انت خليته النجم الاوحد. انت اللي ميزته عن باقي الفريق. انت اللي اديت له النجوميه دي كلها سليم، مع انه لعيب ما اخدش بطولات بقدر الامكان عشان انت بتنجمه. انت بتدي اللعيب عندك 100 مليون وطالب 100 مليون، وفي لعيب تاني بياخد 10 مليون و15 مليون والاثنين بيلعبوا في ملعب واحد. عند النادي الاهلي ما فيش الكلام ده. في فئات معينه، واعلى فئه في النادي الاهلي اخرها 20 مليون في الموسم. فانت ومع ذلك الفريق ده واخد بطولات ومكتسح الاخضر واليابس، تيجي حضرتك انت تقول لي غالي علينا؟ لا مفيش حاجه غاليه على الاهلي، بس الاهلي ما بيصرفش حاجه او ما بيخرجش حاجه غير لما يكون يقينا انه عارفها رايحه فين. فما فيش حد غالي على حد. هو غالي عليك انت، اوكي انت مش عارف تجدد له وتدفع 100 مليون براحتك. لكن تعالى بقى على السريع كده ناخد خبر تاني مهم جدا، والايقاف الجديد لنادي الزمالك، واللي هو طبعا يا عزيزي فرجاني ساسي، واللي زي ما بيقولوا كده هو جرح احساسي. الراجل دلوقتي رافع قضيه على نادي الزمالك وبيطالب ب 750 الف دولار. ده سبب يا عزيزي المحترم كده ان هو كان عليه يعني له بعض المستحقات القديمه، ونادي الزمالك بيقول لك اصله لعب وما لعبش، والكلام ده طلع من تحت يعني طلع من على لسان خالد الغندور اللي طبعا كلنا عارفين انه بيطلع غندوريات. وقعد يبرر يقول لك اللاعب اتوقف 6 ماتشات ولازم يشيل معانا واشيل معاه، بس في النهايه اما دفعتش هيكون عليك ايقاف جديد في الفيفا وسدد وادفع.